اي 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 شفتوا حق الافتتاح. اوكي كي تهضر مروك يقول لك راك عامل المخزن. انا عامل المخزن، عامل المخزن. شتي الافتتاح في طنجة اليوم؟ يا رب يا يما. شتي الافتتاح اليوم؟ ياي نار حمراء، نار. حنا نهار داروا الافتتاح في نيلسون مونديلا هذاك، هذوك النيران يديروا هاك. قول حزاق. شعلوها في طنجة، شعلوها اليوم عاد، والله الا شعلوها بصحة. هلا غالب، هلا غالب، حاكمتنا عصابة حاكمينها الفوايوات. هلا غالب، هلا غالب، هلا غالب، خاوتنا المغاربة الله غالب حاكميننا حنايا. المغاربه خاصكم تعرفوا باللي الجزائر عطاوها بطوله على قد النيفو ديالهم هو الصان، ما يمكنش يفوتوا معاهم الصان، حتى من كاس افريقيا ما يقدروش عليه. يا كاس افريقيا خلاص 2025 في المغرب، 2025 في المغرب خلاص هزنا لنا. الموندياليتو كتعطي غير للدول اللي واصله واللي متقدمه. افتخروا بريوسكم، الجيران تيحلموا ينظموا الموندياليتو وحنا نظمناه 3 ديال المرات. وعلاش نظمناه 3 ديال المرات؟ حيت الفيفا كتعامل مع مملكه وماشي قشله ديال العسكر. شفتوا المغاربه الغلط اللي درنا، ولينا كنقارنوا ريوسنا مع هادو، عطيناهم قيمه وخلينا الناس يعرفوهم. المغرب مشهور عالميا والكراغلق حتى شي واحد ما كيعرفهم. باش يكون عندها اسم وتشهر خاصها ضروري تبقى في مشاكل مع المغرب. غنبسطها لكم باش تفهموا اكثر. المغرب ترشح بزاف ديال المرات باش ينظم كاس العالم، وديما كينافسوا بلدان كبار بحال الميريكان، المانيا وفرنسا. منين كترشح راسك للتنظيم ديال كاس العالم كتولي الدول ديال العالم كامل كدوي عليك. داكشي علاش الكبرانات خاصهم يبقاو ديما في مشاكل مع المغرب. نتوما كتقولوا ما عندكمش الفقر ودوله غنيه، علاش عمركم ما ترشحتوا لكاس العالم؟ واش عندكم بحال هادشي بعد اللي كتقارنوا راسكم بالمملكه الشريفه؟ الموندياليتو راه غير تسخينات ديال كان 2025 اللي غادي تنظم في المملكه المغربيه الشريفه. حنايا الاصل وهما التقليد. قرن 14 سافر وجا العالم وقطع مسافة اللي كتزيد على 100,000 كيلومتر بفضل هاد الرحلات اللي دار والناس اللي تلاقى. تمكن ابن بطوطة باش يكون صلة وصل كتجمع ما بين الشعوب والثقافات. هاد الشخصية التاريخية المغربية كانت من الأوائل اللي خلت المملكة المغربية منفتحة على العالم. Of February, it's past midnight, I can't sleep, I've got my Morocco scarf on. Tomorrow I'm travelling back to the country I fell in love with at the World Cup. We've made it to the hotel, we're here in Morocco, and take a look at this view. Welcome to Tangier. Wow. That is just spectacular. Dude, I'm a big fan. Thank you. I'm a really big fan. Even the security guards are recognizing me now. This is amazing. Wow, it's so dark. Let's have a look. Oh my god. This is insane. Welcome to the Club World Cup in Morocco. See you. This is insane. السلام عليكم. في أرض الحضارة، أرض التاريخ، وأرض الأمجاد الخالدة. نحن أحفاد يوسف بن تاشفين، نحن أحفاد المختار السوسي، ونحن أحفاد بن بطوطة. المغرب ينجح في إبهار العالم بمناسبة افتتاح كأس العالم للأندية المنظمة في المغرب للمرة الثالثة. هذا الحفل
حضرت له 45 ألف متفرج في ملعب طنجة. بدأ الحفل بهذا الطفل الصغير الذي رحب بالعالم بمختلف لغات العالم. هذا يبين بطبيعة الحال قيم التعايش والتآخي الذي تتميز به المملكة المغربية. كما كان الحفل مناسبة لإبراز الثقافة المغربية، كما تشاهدون هنا القفطان المغربي، هنا الأقواس المغربية، وهنا الزليج المغربي، وهنا كذلك الواحات المغربية بصحرائها الشاسعة الذهبية. كان الحفل كذلك مناسبة بحضور الناخب الوطني وليد الركراكي الذي ألقى كلمة أمام الجمهور الحاضر في الملعب، وكانت كلمته الشهيرة سير سير التي تفاعل معها الجمهور. فنحن سائرون يا وليد إلى التقدم، سائرون نحو النجاح وسائرون نحو الازدهار في هذه المملكة الشريفة. كما تميز الحفل بتكريم الأسطورة البرازيلي بوليه الذي توفي سنة 2022. هذا التكريم الذي تفاعلت معه الصحافة البرازيلية التي شكرت المملكة المغربية وشكرت كذلك المشرفين على التنظيم بهذا التكريم للاعبها الأسطوري. كما تميز هذا الحفل بحضور النجم المغربي ديزيدروس الذي غنى أمام الجمهور أغنية الكورة حنا ماليها وأغنية سير سير بنسختها المغربية. المغرب وافتتاح أسطوري، افتتاح تاريخي، افتتاح ولا أروع لكأس العالم للأندية. النهاردة التنظيم المغربي بيكون على أعلى مستوى. النهاردة المغرب بتقدم ثقافتها للعالم كله، بتقدم الثقافة المغربية والعربية والإفريقية، بل وما نسيتش العالم كمان. النهاردة المغرب بتكرم الأسطورة البرازيلية بيليه، أكثر لاعب حقق كأس العالم ب3 مرات. النهاردة بنشوف النموذج المغربي متمثل في وليد الركراكي وهو بيقول لهم ديروا النية وسير. النهاردة بنشوف أعلام ريال مدريد وأعلام الهلال السعودي وأعلام الأهلي المصري. النهاردة كان في مزيج جميل جدا من الجماهير اللي حاضرة. الجماهير المصرية كانت متواجدة، والجماهير المغربية والجماهير العربية قدام الشاشات وفي الملعب وفي كل مكان. تحيا المغرب، تحيا المغرب. اخوان السلام عليكم. علاش اخويا هذاك الافتتاح؟ علاش درتو هذاك الشيء؟ علاش اخويا هادشي كامل؟ علاش اخويا التمجيد هذا؟ علاش كي غادي نديرو مع ديك الجاره دابا؟ هاي جا ما سكتهم اخويا هذاك الافتتاح اخويا. هما مرضوا عاوتاني. كي غادي نديرو ليهم دابا؟ اخوان، افتتاح عالمي بمناسبة كأس العالم للأندية، وهذا كيزيد يشرفنا ويخلينا نفتخروا بأننا الحمد لله مغاربة، وبأننا الحمد لله من هذه البلاد الطاهرة. والحمد لله ملي كتشوف الافتتاح وكتشوف ثقافات لا فكريا ولا فنيا اللي كاينه في المغرب واللي كتزدهر بها الحمد لله المغرب، راه كتبقى غتحل. والله الا كتبقى غير انت مغربي تبقى حال فمك. 12 لون موسيقي، يا سلام. انت كتمتع في هاد الصور هادي، كتشوف الحضاره ديال المغرب من صوره لصوره. عالم كيبغيك. راه الله سبحانه وتعالى الا بغى العبد كيبغيه. اي واحد في الدنيا كيبغيه، والله سبحانه وتعالى داكشي داير لينا. اي واحد في العالم كيبغينا، كما كاين الجنسيه ديالو. الحمد لله. لهذا هاد البلاد هادي راه بلاد الشرفاء وبلاد الكرماء. والله ينصر سيدنا، والله يبارك في عمر سيدي. والحمد لله كما كنقول وكنعاودها باننا زادينا وكنا مغاربه، فيكفينا فخر. تظاهره عالميه، كنمشيوش نشوفوا شي حاجه ما قل منا، كنشوفوا الحمد لله اللي كبيره هي اللي كناخذوها الحمد لله. وهادشي ماشي جديد علينا.
والحمد لله جاي الأحسن، والحمد لله جاي أي حاجة زوينة جاية إن شاء الله بإذن الله. وكنصيحة بين قوسين، الله يرحم الوالدين لأي مغربي كيتفرج وشاف هذا الفيديو هذا، إلا بغى شي واحد دواء ولا قال شي كلمة ماشي تلهيه مثلا في المغرب، حاول تشوف المستوى ديالو واش تجاوبو ولا كان هو في الهم وهو في الغدايد، لاش غادي دير عليه فيديو تخسر من وقتك؟ سير كمل طريقك اصاحبي. راه بغيتي تهضر راه خاصك تهضر مع واحد عاقل، تهضر مع واحد يكون واعر، نيفو واعر، مجهد، تحس به بانه راه مجهد. تهضر مع واحد ناقص في العقل تولي بحالو. هذا المغاربه الحمد لله ديما كيشوفوا في المستويات الكبار. وتحيه لاي مغربي. واش اخباركم بان الافتتاح ديال كاس العالم للانديه اللي تقام في الملعب طنجة الكبير كيتعتبر على انه افضل افتتاح في افريقيا، وكذلك الحضور ديال المدرب المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي داخل ارضيه الميدان تحت تصفيقات الجماهير المغربيه. وما نساوش الثقافه المغربيه اللي كانت حاضره وكذلك الشخصيات التاريخيه. كي جاك الافتتاح واش دابا هذا السؤال دي عايزه كلام؟ البلدان الاخرى كيمشيو يجيبوا البراني يصاوب لهم افتتاح، ولا كيجيبوا شي واحد ما شافش ما اكتشفش دماغه محدود كيدير افتتاح ديال. حنا عندنا الناس ولاد البلاد مشاو شافوا ورجعوا حيت كيبغيو بلادهم وكيبغيو التراث ديالهم، كيعطيوك داكشي اللي تعطى اليوم صافي. دابا بلا نبداو نقارنو وندويو راكم عارفين. اخوان الافتتاح شو كي داير ولا ويلي على والنيفو هارب ديك من احسن ما شافت عينيا، من احسن ما شفت قرة عيني مقدرها ما فهم والو. شوف المغرب ما شاء الله اللهم بارك، السويد قال لك السويد والله ما يقدر يدير شي بحال هكا والله. قالت له الثلج بحال هادشي والله تربنا بالله واحد النيفو هارب ما نكذبش عليكم. شوف المغرب على بلادي، يا رب تحفظنا يا رب. واو